لكن زي أي قصة حب مفيش حاجة كاملة. في 2006 اتصدم الجمهور بخبر انفصالهم بعد أكتر من 34 سنة جواز. الكل كان بيقول ليه؟ إزاي؟ دول كانوا مثال للجواز السعيد المستقر، والسبب فضل غامض، وفضلوا هما الاتنين ساكتين ومحترمين العشرة اللي بينهم. وكان لبوسي تصريح مهم جدا في أحد البرامج لما اتسألت بعد سنين كتير عن الانفصال، قالت: أنا كنت طول عمري حاسة إن جوايا طفلة، أول مرة أحس إني كبرت بعد الطلاق. ولأن الحب الحقيقي مش بيخلص، في 2011 لما نور الشريف حصلت له أزمة صحية، لقينا بوسي جنبه مش زوجة بس، لكن حبيبته القديمة اللي رجعت عشان تكون سند ليه. وقتها بوسي قالت في أكتر من لقاء: أنا عمري ما بعدت عنه حتى وأنا مش مراته، فهو أبو بنيتي وحبي الوحيد. ورجعوا لبعض بهدوء من غير دوشة ولا زفة إعلام، بس كانت راجعة أقوى من الأول. نور الشريف قال عن رجوعهم: رجوعنا مش محتاج مبررات، إحنا ملناش غير بعض. وفي أغسطس 2015 مصر ودعت فنانها الكبير نور الشريف بعد صراع كبير مع المرض. الحب مش دايما وردي، بس الحب الحقيقي بيعرف يعيش، بيعرف يختار صاحبه ويستناه ويحضنه في الآخر مهما بعد. ودي كانت حكاية بوسي ونور الشريف، الحكاية اللي علمتنا إن أحيانا الرجوع مش ضعف وقلة حيلة، الرجوع حب. استنوني في حكاية حب جديدة.